السلام عليكم. انا جاي النهارده اكلمكم في اسعار العربيات المستعمله، عشان في واحد بجد استفزني جدا جدا جدا. واحد منزل عربيه شيفروليه اوبترا 2008 ب 345 الف جنيه. لحد هنا تمام قوي. بص على العداد بتاع العربيه، 400 الف كيلو، يعني 400 الف كيلو، ومنزل العربيه 345 الف، اللي هو اصلا غالي عن سعرها الطبيعي لو مشى 150 الف كيلو. المهم دخلت اشوف العربيه بقى، اشوف هو عامل ايه في العربيه. مخليها 400 الف كيلو وعارضها ب 345 الف. دخلت لقيت العربيه عاديه خالص، ما فيهاش اي حاجه. قلت ماشي، ما فيهاش اي حاجه خالص، والجنوط عاديه، والعربيه ما فيهاش اي كماليات. قلت اكيد الناس دي مفكره ان طالما العربيه اوتوماتيك فتتباع عادي. لقيت العربيه مانوال. اه والله مانوال. لقيت العربية مانوال مش اوتوماتيك. مانوال، وماشية 400 ألف كيلو، شيفروليه اوبترا 2008، والبرنس البي عارضها ب 300 هو اعتقد اتلخبط يعني في 100 ألف. هو اتلخبط تمام، بدل ما يكتب 245 كتبها 345. اكيد ما هو ملاش حل تاني. ملهاش حل تاني غير كده. الناس دي بابا عايز ارن عليها اشخر لها في التليفون واقفل تاني. بجد، بجد استفزاز استفزاز. يعني تعبنا والله في سوق المستعمل في مصر، تعبنا بجد والله. انا هوريها لكم، بص اهو. تمام، ادي العربية، وادي اهو على، هتلاقي 345. خش على العربية، بص بص على الصور، بص على الجنوط. عربية عادية خالص ما فيهاش اي مميزات. يعني العربية أصلا لو أوتوماتيك بتتكلم، ولو عداد 200 ولا 100 ولا 180، قول 200، تتكلم لها في 330 335 بس.